يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومجتباه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا وفقني الله وإياكم لكل خير أنه لا بد من معرفة المعلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا إلى غير ذلك من المسائل، وهذا بالنسبة لعامة الناس. أما الداعية فيجب عليه أن يعرف المسائل الدينية ولا يجهل أصول الشريعة ومبادئ الدعوة إلى الله عز وجل، فإن كان كذلك فإنه يزيد في تنفير الناس في غياب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم مراعاة أحوال الناس، وأن الدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف وظيفة وأحسن المهام وأكمل الأعمال وأزكاها عند الملك المقتدر. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وأن الغاية من الدعوة إلى الله هي تحبيب الناس في الدين وجذب نفوسهم وعطف قلوبهم على شريعته ومنهجه وتسكين أفئدتهم بلذة العبادة والطاعة، وهذا لا يتأتى إلا من خلال دعوة راقية صافية من شوائب الآفات. أيها المسلمون والمسلمات، جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث رواه الإمام مسلم. فلا بد من الرفق في الدعوة مع الناس
وقد قال الحق سبحانه وتعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها المسلمون والمسلمات، إن الداعية عليه أن يتجنب تنفير الناس من الدين بالغلظة والشدة. وفي حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. والتنفير في الاصطلاح هو الاتيان بالافعال والاقوال التي تجافي حقيقه الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف واليسر على الناس، فما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محرما. فقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، أي في جميع الأحوال. وقوله: وبشروا ولا تنفروا، فالبشارة هي الإخبار بالخير عكس التنفير، ومن التنفير الإخبار بالسوء والشر، لأن التبشير يولد السرور والإقبال والاطمئنان في الدين. وهذا هو قصد الشريعة الإسلامية. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداء. ما هي صلاة الغداء؟ صلاة الصبح. من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، أي كان يطول هذا الإمام عن الناس. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. انتهى الحديث. وكلمة منفرين تعني ينفرون الناس عن دين الله. فلقد جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة ونفي العنة والحرج عن الناس. ولهذا فإن الصلاة هي أجل الطاعات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام التخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرجوا منها وهم لها راغبون، ولأن فيهم من لا يطيق التطويل، إما
لعجزه أو مرضه أو حاجته. أما إذا كان المصلي منفردا فليصلي ما شاء من التطويل لأنه لا يضر أحدا. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم في شيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. ثم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التطبيقي في الحث على الرفق واللين وترك التنفير كان من السمات البارزة في دعوته صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في إسلام الكثير من الناس. اللهم يا رب اجعلنا من الميسرين ولا تجعلنا من المعسرين يا رب العالمين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادة الخلفاء مميزين بالهداية والاصطفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرات الكرام البررة، وعن سائر الصحابة أجمعين خصوص من الأنصار والمهاجرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، واحفظ فيه ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، واحفظ فيه كافة أسرته إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعل كلمة الحق والدين، واجمع شملهم على الفتح المبين، فإنك ولي المؤمنين وناصر العاملين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم من له الحق علينا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.